ما أحتاج أحد، كلمة هدية لكل شخص دخل حياتي وصار قريب مني وصار صديق وأكثر من صديق وأخ وتالي تخلى عني. الكل شخص عاشرني باسم الصداقة وكانت غايته مصلحة، والكل صديق ابتعد عني فجأة وحتى بدون ما يذكر الأسباب اللي خلته يتغير علي. ما أحتاج أحد، الله موجود، والدنيا ما توقف على واحد منكم. أنت اللي بعت وانطيت بصاحبك على مود تكسب حب شخص ثاني، ترى تقدر تكسب حبه بألف طريقة ثانية، مو إلا تقلل من قيمة صديقك اللي واقف لك بوقت الشدة وعنده مواقف حلوة وياك. وانت اللي شوه صورة صاحبك، هالشي ما راح يخلي المقابل لك يحبك، وجوز هم يجي يوم ويحكي عليك. انت اللي مشيت ويا شخص على مود مصلحة تالي عفته، هم يجي يوم وترجع مصلحتك يمه وتنذل. وانت اللي غيروك العالم على صديقك، ما فكرت تحكي حتى تفتهم من عنده الأول؟ يجوز انت ظلمته، على الأقل خلي احترام لعشرتكم. والكل الحالات اللي ذكرتها، ما فكرتوا بالعشرة اللي بيناتنا وقعداتنا سوية من كنا نضحك ونشاقه؟ ما تذكرتوا الأيام اللي قضيناها سوا والوقفات الزينة؟ ضميرك ما تحرك شوي وقال لا هذا صديقي ما أريد أظلمه، لا هذا وقف وياي وتعب على مودي وبيناتنا زادوا ملح؟ ما خجلت من نفسك يوم حكيت كلمة محلوة عني وبيوم طعنت بيه وأني ما أدري وأحسبك صديقي؟ ما أحتاج أحد وما خسرت أحد، اللي تركني هو خسرني، لأن كنت طيب ويا الكل وما قصرت بحق أحد بيكم، وحتى لو قصرت ما كنت متقصد وكانت انتي صافية وياكم. وعادي، كلش عادي، أنا أعيش حياتي بدون أحد ومرتاح بيها وما تغير شي، ويجوز أحسن همين من قبل. اللي دخل حياتي أهلا بي، واللي يحب يطلع ذاك الباب وسد وراك، وما يهمني شي ولا راح أعلق نفسي بعد بالشخص، لأن أعرف ماك واحد يدوم الأحد. وارجع وأقول